الله الرحمن الرحيم. نحب الشعب التونسي كل يفهم واش قاعد يصير على الشهداء في تونس، على الشهداء اللي ضحوا ابنائهم بدمهم الغالي باش تعيش تونس حرة، تعيش تونس حرة كريمة مستقلة. تونس الغالية علينا الكل، اللي عطينا عليها ثلاثة كبادنا، ضحينا من أجل البلاد الغالية ذي. باش تعرفوا شعبنا يا غالي واش قاعد نعانوا. خويا توفى نهار 11 جانفي في معتمدية دقاش، كان ضمن مسيرة سلمية. عبد القادر مكي خويا، هو ولدي مش خويا. مات يمه وبابا الله يرحمه، خلوه لي عمره 12 سنة، توفى عمره 25 سنة. أنا عايش معي أكثر ما عاش مع أمي وبابا الله يرحمهم. كانوا معاه زوج شبان أخرين من دقاش، لمجد الحامي وماهر العبيدي. ثلاثة شهداء قتلهم مجرم واحد، سفاح واحد، اللي هو الملازم أول من حرس الوطني طيب عميمي. نهار 11 جانفي 2011 أطلق عليهم الرصاص الحي، استشهدوا. المجرم السفاح تم نقله في ليلتها، نقله للمسير، واليومنا هذا على ذمة العمل. والأكثر وأدهى وأمر من هذا كل، يوم 18 أبريل تم ترقيته من ملازم أول ولا نقيب. معناها وزارة الداخلية عاملة مسابقة من يقتل أكثر، عاملة مسابقة ما تم معنى الكلمة. سحبيب الصيد عامل مسابقة، اللي يقتل أكثر يزيد يعلق لها أكثر على حساب دم لأولادنا. احنا قلنا بلادنا الحمد لله، قلنا خرج منها المخلوع باش نشوف فيها القانون، نشوف فيها العدل. تبعنا العدل وتبعنا القانون، قدمنا قضايانا في المحكمة الابتدائية بتوزر، تم التحقيق. المتهم ما حبش يحضر، اصدروا في حقه بطاقة جلب أولى ما حبوش ينفذوها زملائه، بطاقة جلب ثانية كيف ما ثبتتش، عجز قاضي التحقيق في توزر. حالة للمحكمة العسكرية يوم 28 ماي، محكمة عسكرية بصفاقس، تحل التحقيق نهار 20 جوان تم التحقيق في القضية، وتم استدعاء المتهم استدعاء مباشرة تسلمه، لكن ما حضرش. لاخر وقت قعدنا نستنوا. خرج لي قاضي التحقيق، قلت له سيد الرئيس وين المتهم؟ وين المجرم؟ وين السفاح؟ قال لي مش جاي. ليه؟ قلت له مش جاي يا سيد الرئيس، علاش ما يحضرش؟ قال لي راه كلمني امر الحرس الوطني في المسير، قال لي ما يحضرش، قال لي راه خايف لا يحضر توقفه. متهم بالقتل عمد في 3 قضايا، خايف لا يحضر المحكمة العسكرية توقفه. قلت له سيد الرئيس عندك جنود، عندك شرطة عسكرية، ابعث وقفه، ابعث فيه بطاقة جلب. قال لي ليه ما نبعثش جنود يقتلوهم لي في المسير. الجيش خايف نعاون امن، جيشنا اللي باش يحمينا اليوم، وقفتنا في يوم عيد الوطني للجيش الوطني، خايف من نعاون امن. اليوم هذا تونس ما تنجمش بعد خروج المخلوع، ما تنجمش تحاكم مجرم مهما كان صفته، ولو عاون امن يا خويا مجرم. قدم القضاء، ماناش طالبين المستحيل، طالبين يتقدم القضاء، ماناش طالبين المستحيل. يا سي فؤاد المبزع، وينك يا رئيس الدولة؟ وين العدل؟ وينك يا هيبة الدولة؟ وينك اللي تشطق عليها بهيبة الدولة؟ وينك يا سي السبسي؟ سحبيب الصيد اخويا، دلع على دم رجال، تعلق له في نجمة ثالثة. دمنا مش رخيص اخويا، راه صحيح قاعدين يتبعوا في القضاء، ها القضاء نتبعوا فيه، ها القضية، هاي قضية الشهيد عبد القادر، لكن عندها حد، راهو عندها حد. تطيح القضية ذي، يطلع كفني يقول له هاو كفني يا حبيب الصيد، هاو كفني يا البصة، هاو كفني يا السبسي. دم خويا ما يفلت فيه، دم خويا والله يكون نازل بيديا، والله ماني فلت فيه. افهم الرسالة ذي، هذا كفني غيرت بيديا، افهمها الرسالة ذي. العادل في كل اعتبار، العادل يا عادل يا قوة، يا عادل يا قوة، ما نجم في دم اولادنا. افهموها الرسالة ذي، افهموها كما تحبوا تفهموها. كانكم مستعدين مش حقوا العدل مرحبا به، ماكم مستعدين، احنا مستعدين للدم. كان الجيش يخاف احنا ما نخافوش. دمنا مش غالي على دم اخواننا، راه دمنا مش غالي على دم الشهداء، ما هوش غالي دم الشهداء، بحول الله ما هوش غالي دم الشهداء، وحقنا في كل اعتبار، ما نجمش نفلتوه، ما نجمش نفلتوا حقنا. فيق يا شعب يا تونسي، راهي مازله يا شعب يا تونسي. قاضي في محكمة عسكرية، قاضي تحقيق يقول لي واش باش نعمل، قاضي في محكمة عسكرية يقول لي واش باش نعمل. ماناش مفلتين في الدم الواحد، دمنا عزيز وغالي، دمنا عزيز وغالي. هذا كفني يا حبيب الصيد، هذا كفني يا مبزع، هذا كفني يا السبسي، هذا كفني ما تم على كلمة. يا العدل يا دمي فوق دم خويا.